مساء الخير. من أغرب وأجمل حكايات الحب قصة حب الأديب العالمي طه حسين وزوجته سوزان طه حسين. علاقة أكدت معنى أن الحب يصنع المعجزات ويتجاوز المستحيل. أهلا بيكم في حكاية حب مع إيمان القصاص. هو مصري، هي فرنسية، هو مسلم، هي مسيحية، هو من عيلة فقيرة وهي من عيلة غنية، هو أسمر فاقد للبصر وهي شقرة وعينيها زرقاء. ومع كل الاختلاف ده استمر جوازهم أكتر من 50 سنة، استمر حتى وفاته. القصة بدأت في 12 مايو 1915 في جامعة السوربون بفرنسا، واللي راح لها طه حسين ضمن البعثة المصرية لدراسة التاريخ والجغرافيا، وهي بنت شابة هربانة من القصف الألماني لبلادها علشان تكمل تعليمها في مدرسة المعلمين بضواحي باريس. في يوم شافت سوزان إعلان في جريدة محلية عن طالب كفيف عايز قارئ لمساعدته في القراية، فرحت له وقالت له في لباقة عشان ما تحرجوش: أنا أقدر أساعدك في قراية الكتب الخاصة بيك. ومن هنا وبمجرد سماع صوتها بدأت شرارة الحب. وقال الدكتور طه حسين عن شعوره في اليوم ده: وبسرعة تطورت العلاقة واعترف بحبه واتفقوا على الجواز، لكن عيلتها رفضت رفض قاطع بسبب الاختلاف الكبير بينهم. ومع إصرارها على الارتباط بيه راح عمها يشوف مين الشخص اللي متمسكة بيه للدرجة دي. فراح لطه حسين وقعد معاه، وكان متحفز جدا في البداية، بس لما رجع من مقابلته معاه قال لسوزان: مش هطمن عليكي إلا مع طه حسين. واتجوزوا فعلا وخلفوا أمينة ومؤنس. ساهمت سوزان كتير في مسيرة ومشوار طه حسين، فكانت بتقرأ له كل يوم بكذا لغة وبتتبعها نقاشات باللغة الفرنسية. ووصفها في كتابه الأيام وقال إنها أستاذته، وإنه مدين ليها إنه اتعلم اللغة الفرنسية، وإنها عمقت معرفته بالأدب الفرنسي إلى جانب إتقانه للغة اللاتينية، ونجح إنه حصل على الدكتوراه في الآداب. عاشت مع طه حسين الزوجة والمحبة والقارئة اللي بتقرأ له كل الكتب والمراجع، وكمان كانت بتكتب له كل أفكاره على الآلة الكاتبة، وكانت كمان الممرضة اللي توقف شغله لما يحس بالتعب والإجهاد. وهبت حياتها ليه حتى أصبح طه حسين عميد الأدب العربي وعميد كلية الآداب ووزير المعارف. طه حسين اللي كان شخص قوي جدا ودخل في معارك كتير جدا من المعارك الفكرية، لكن كان بيتحول لشخص ضعيف لما كانت تغيب عنه سوزان. سافرت مرة واحدة من غيره، كتب لها رسالة خاصة ما يكتبهاش إلا محب حقيقي شجاع قادر إنه يعبر عن مشاعره بكل حرية ووضوح، وقال: وبعد وفاته رفضت سوزان ترجع فرنسا وعاشت في مصر، وكتبت ذكرياتها مع طه حسين في كتاب باسم معك. كتاب من أجمل الكتب اللي ممكن تقراها، في مشاعر وإخلاص ومحبة وصدق. الأسبوع الجاي قصة حب جديدة، استنونا.